قامت الشرطة التركية بإخلاء فندق مونماربيتش من فئة 5 نجوم في حي إتشلامارن بمدينة إسطنبول بطلب من مالكه الشيخ القطري ناصر آل ثاني. وكان الشيخ قد اشترى الفندق عام 2010 بقيمة 15 مليون دولار وقام بتأجيره لشركة نجمة الجنوب لإدارة الفنادق قبل مليون دولار للعام الواحد وفق عقد مدته 5 سنوات. تبلغ مساحة الفندق 3800 متر مربع ويضم 180 غرفة وجناحين ملكيين ويستوعب 370 سريرا ويعمل فيه 100 موظف. وبعد انتهاء فترة العقد في عام 2015 لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على شروط جديدة لأن الشيخ القطري طلب زيادة المبلغ بمقدار 100,000 دولار في العام. ودخل الجانبان في مداولات قضائية بعد مطالبة المالك لشركة المستأجرة بإخلاء الفندق، في حين طالبت الشركة عبر المحكمة بتعويضها على نفقات تجهيز الفندق خلال فترة الاستئجار. وفي 21 يوليو من العام الحالي ربح الشيخ القطري الدعوى وحكمت المحكمة لصالحه بإخلاء الفندق وتسليمه لمالكه. ويوم أمس توجه فريق المحامين الذي يمثل المالك مع موظف دائرة التنفيذ والشرطة وتم جلاء الزوار والعاملين من الفندق. وتسبب ذلك بحالة توتر وغضب بين نزلاء الفندق وهم عدد مئات غالبيتهم من الأجانب الذين واجهوا صعوبات في العثور على أماكن للمبيت فورا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.